لو انت مونتير او صانع محتوى وحابب تسرع شغلك ركز معايا عشان انا جايب لك النهارده افضل 10 بلجنز هيغيروا شكل شغل 10 اضعاف من جودة شغلك الحالية. فبدون كلام كتير يلا بينا نبدأ مع اول بلجن. ماشي. اول بلجن هو الاف اكس كونسول. هو واحد من افضل البلجنز اللي ممكن تستخدمها عشان تسرع بيها شغلك وتوصل لاي افكت بكل سهولة. على سبيل المثال مثلا نعمل سوليد، نيجي هنا هو بيشتغل بكنترول مسطرة. تمام. هنا انت طبعا بتيجي تكتب اسم الافكت مثلا سيسيلا سويب وليكن. تقدر هنا تيجي هنا على الإعدادات وتحط أي إفكت أنت عايزه وأنت بتستخدمه كتير مثلا زي الديب جلو. تحطه هنا، بعد كده تك أوكي. تيجي تك كنترول مسطرة تحط الديب جلو على طول. دي نقطة. النقطة التانية وهي السكرين شوت. تقدر مثلا تاخد سكرين شوت من هنا، دي حاجة مش موجودة غير في أدوبي بريمير، هنا مش موجودة هنا في أفتر إفكت. تمام. تتك هنا بتاخد سكرين شوت وبعدين تيجي هنا تلاقي السكرين شوت محفوظة، تقدر هنا تعمل لها اكسبورت از بي ان جي او جي بي جي. تمام. وتقدر برضو تخش على الصور من هنا. طبعا الصور انت ممكن مثلا تاخد الصورة تحطها هنا كده، يعني حاجة بتشتغل بشكل سريع جدا. بس ده أول بلجن. تاني بلجن معانا وهو التريم باك V2 أو التريم باك. ده بتقدر تعمل منه شيب مثلا. نيجي هنا عند البين تول نعمل ستروك كده. تمام. بدل ما تخش على التريم باس. تمام. وتعمل هنا بدل ما تيجي من هنا وتتك على تريم باس وبعد كده تعمل انيميشن صفر مثلا كده وتيجي هنا 100 وبتاع. لا، انت كل اللي هتعمله ان انت هتيجي هنا مثلا وهتتك على ان، هيجي معاك بالشكل ده كده. والكي فريم طبعا تقدر تتحكم فيهم، تتك يو تظهر الفريمات تبقى بالشكل ده كده. وعندك هنا برضو ايه انيميشن كتير جدا انه او بدل ما ترسم الانيميشن وتقعد كل شوية تظبطه وتعمله تريم باس وانيميشن وبتاع، هنا هي ضغطة زرار واحدة هتعمل لك الانيميشن اللي انت عايزه. وطبعا لو انت مش يعني بعد ما تسطبها اول حاجة لازم يكون عندك بريفرنس، بعد كده السكريبت، وتكون مفعل دي عشان تقدر تحط السكريبت جوه الافتر افكت. تاني حاجة بتروح على الويندو بتلاقي كل حاجة انت عاوزها موجودة في المكان ده كده. نيجي بقى للبلجن اللي بعده وهو الموشن تول. طبعا هو في نسخة برو بس انا لسه منزلتهاش. اول حاجة هي دي اللي هي اللي بتتحكم فيها في الجراف. ممكن مثلا نعمل تكست، نكتب اي حاجة فايرل. تمام. نيجي هنا مثلا نعمل كي فريم بوزيشن، ننزله تحت كده، نيجي هنا يطلع فوق. وعايزين نعمل الجراف، بدل ما تعمل ايزي بتيجي هنا مثلا تيجي هنا تعمل لي 30 100، هيظهر بالشكل ده كده. طبعا بيوفر عليك ان انت مثلا تيجي هنا تعمل ايز بعد كده تيجي هنا وتظبطها. هنا هو بيوفر لك الوقت ويقوم جاي يعمل لك الجراف بالشكل ده على طول. طبعا الجراف ده ناحية الشمال بتكون فوق وناحية اليمين الفريم التاني يكون تحت. تمام. ولو عايز تعمل الاتنين نفس النسبة، يعني مثلا الاتنين يكونوا 60، حاول تعلم على الفريمين وتعمل على 60، هيبقوا بالشكل ده كده. تيجي مثلا هنا تعمل 80، علم عليهم 80 تبقى بالشكل ده. هنيجي مثلا نيجي نرجع للتكست تاني. تمام. هن... هنعمل هنا ايز تاني. نيجي هنا مثلا نقرب الفريمات وهنتك عليهم وهنعمل باونس. هيبقى فيه ايه ارتداد بسيط. طبعا تقدر تتحكم في الارتداد وكل حاجة عن طريق الحاجات دي بالشكل ده. طبعا انا بشتغل بشكل عشوائي بس المهم ان انا اوصل الفكرة. طبعا هنا تقدر تضيف نل تتربط بشكل تلقائي لللاير اللي تحتها. تمام. ونيجي عند الاكستراكت دي انت مثلا عملت اكتر من شيب. تمام. كلهم
موجودين في نفس المكان. تيجي بس تضغط عليها وتعمل extract، هتلاقيه فكهم لك كلهم، كل واحدة layer لوحدها. ونفس الكلام بالظبط لو انت عاوز تدمج كل ده في layer واحدة بتعمل لها merge، يدمجهم لك تاني في نفس المكان بالشكل ده كده. وعندك مثلا دي لو عندك ملف illustrator وعاوز تحولها تبقى بالشكل ده كده، ثواني اشوف ملف illustrator. تيجي هنا على ملف illustrator هتعمل convert to shape، هيعملها لك shape على طول. تمام. نيجي بقى نيجي بقى للبلجن اللي بعده، وهو بلجن الديب جلو. طبعا الديب جلو كل الناس عارفاه، بس انا حبيت احطه معايا في الليسته بتاعت النهارده، لان في نسخه 2025 الديب جلو ما بيشتغلش. فانا دورت على نسخه احدث ولقيت نسخه ال1.6. نسخه ال1.6 بتشتغل لو انت مثلا بتشتغل على نسخه اقل من 2025. اي نسخه من الديب جلو بتشتغل معايا، ال1.2 او الواحد او حتى ال1.5. بس نسخه ال2025 ما بيشتغلش معايا غير نسخة ال1.6.6 اهو ده، وهسيبها لكم ان شاء الله في الديسكريبشن ان شاء الله، يعني يا رب افتكر. اللجن اللي بعده هو بلجن ال AE Juice. طبعا البلجن موجود منه نسختين، نسخة مجانية ونسخة مدفوعة. والنسخة المجانية كويسة يعني، فيها شوية حاجات حلوة، أنا واحد من الناس بعتمد عليها في الساوند ديزاين. مسطب عادي. طبعا ال AE Juice المفروض إن هو شغال، بس تقريبا أنا عشان حدثت نسخة 2025 فظهر لي الرسالة دي. فهي باكج لا غنى عنها يعني، ومشهورة، ولو انت بتشتغل تقريبا على نسخة أقل من 2025 هتشتغل معاك زي الفل. أو ممكن إن شاء الله لما أحل المشكلة دي وأشوف لها حل. أنا دورت على حل ليها دلوقتي مش لاقي، فإن شاء الله لو لقيت لها حل وحد عنده نفس المشكلة هنزل عنها شرح إن شاء الله. ونخش على البلجن اللي بعده، وهو طبعا انت بتسطب الباكج بعد كده بتفتحها وتعمل انستول اول. دي بتشتغل لبريمير وافتر افكت. ايه ده؟ حاضر اسف، يقول لي اقفل الافتر افكت يلا. سطب على ما اقوم اشرب. تمام. نفتح افتر افكت، وبتشتغل على بريمير برضه عشان الناس اللي بتقول لي وانت ما بتشتغلش غير على افتر افكت. بصراحة ما بتشتغلش غير على افتر افكت. نفتح الاي جوس، نفتح الانيميتر كومبوز. وطبعا الناس كلها عارفة البلجن ده، تكست بريسيت والانيميشن تبع اللوجو والحاجة دي كلها. وفي هنا كمان الانكر بوينت، ممكن تظبط بيه الانكر بوينت يعني مثلا انكر بوينت شيب وبتاعه. نعمل كده كده، وبعد كده تظبط بقى الانكر بوينت في النص هنا، وتيجي تعمل روتيشن هوبا. بعد ما شرحنا الانكر بوينت اللي هي دي، واللي برضو دي زي دي بالظبط. تمام. هنقفل دي، وبعد كده هنفتح الكي فريم. كي فريم دي هتيجي هنا مثلا، انت عملت السكيل دون، نعمل لها ايزي ايز بس الاول. الفريمات اهي. هنفك هنفك دي عن دي، يعني لو عايز الاتنين يبقوا متساويين، مثلا الاتنين 60. اه الاتنين 80 مثلا، هتبقى بالشكل ده كده. تمام. عايز مثلا تخلي دي جزء رقم ودي رقم، بتفك دي عن دي وتعمل دي مثلا 100 ودي 30، هتديك نفس نتيجة دي بالظبط. يعني وانت عامل دي هتديك النتيجة اللي تحت دي، وانت شايل دي هتديك النتيجة اللي فوق. تعمل كل كي فريم لوحده. طبعا ده زي ده، وممكن يغنيك عنه، بس ده فيه تخصيصات اكتر زي ان انت اد نل وميرج واكستراكت والباونس والحاجات دي. نخش على البلجن اللي بعده. البلجن اللي بعده هو التكست ايفو. هناخده ده كوبي كده، وهنروح على open file location. هتيجي عند الافتر افكت وتعمل open file location عشان يوديك على ملف الافتر افكت. وبعد كده هتروح على ملف السكريبت، وبعد كده سكريبت يو اي بانل، وهتعمل بيست هنا.
وطبعا اي حاجه مكتوب عليها GSX دوت بن هتلاقي يعني هتحطها هنا زي الاف اكس. هو الاف اكس كونسول بيتسطب عادي. وعندك التريم باك والتكست ايفو والموشن تول. التلاتة دول كلهم بيتحطوا في نفس المكان ده بالشكل ده. هنيجي هنا مثلا لو انت مش عامل اي تكست، هنيجي هنا ونعمل نيو تكست، تكست ايفو. هو بيحط لك التكست مكان ما التايم لاين موجود. تمام. وتيجي هنا مثلا تعمل اوباستي زيرو، يعمل لك بالشكل ده كده. هو بيعمل لك انيميشن بشكل سريع جدا، مش مضطر ان انت بقى تفتح التكست وتعمل انيميت اوباسيتي ومش عارف ايه وبتاع، لا. هو بيعمل لك الانيميشن في ثانية. تمام. وهنا طبعا تقدر تظبط مثلا السكيل، تجيبه من تحت كده تظهر بالشكل ده كده. وعلشان تعمل يعني اوت بقى، عشان يعني تخرج التكست، هتيجي هنا وهتتك على الت، وانت ضغط على الت تضغط هنا. تمام. وهتنزل تحت على مثلا هنا، تيجي من هنا كده آه مثلا opacity برضو سكيل زيرو، هيظهر معاك بالشكل ده كده. يبقى انت كده عملت تكست انيميشن بشكل سريع جدا. وطبعا تقدر تلعبك بقى في الحاجات دي، وورد مثلا. وسكريبت سهل وبسيط وتقدر تستخدمه بكل سلاسة، وبيعمل لك انيميشن جميلة جدا. نيجي للبلجن اللي بعده وهو السيبر. بعد كده هنعمل سوليد ونحط عليه افكت السيبر. ونيجي من هنا نعمل التكست لاير. وبعد كده هنختار فايرال، هنقلل الجلو شوية لاتنين مثلا. وهنيجي هنا بقى ايه، تعمل الانيميشن اللي انت عايزه. زيرو، مية. بعد كده هنا هتيجي هنا هتبقى مية، وده زيرو. هيظهر معاك بالشكل ده كده. وطبعا عندك تخصيصات كتير جدا تقدر بقى تظبطها، زي الجلو سيتنج، تتحكم في الإضاءة، تتحكم في الكلام ده كله. حتى حجم الجلو نفسه تقدر تتحكم فيه. وآخر بلجن معانا هو الموشن برو، اللي تقدر تحمله طبعا بشكل مجاني، وأكيد في نسخة مدفوعة من على موقع موشن برو الرسمي. طبعا تقدر تختار ما بين الأفتر إفكت، أو راح فين، أفتر إفكت وأدوبي بريمير. نختار نسخة الأدوبي بريمير، 49 دولار. وعندك هنا حاجات مجانية كويسة جدا. واللي طبعا بتلاقي فيها show ترانزيشن you our وساوند افكت وحاجات حلوة وانفوجرافيك. وآخر بلجن معانا وهو الموشن برو. أهو، الحمد لله قدرت أسطبه. بعد كده هتروح على صفحة البريسيتس اللي هي المجانية، هتلاقي عندك بقى كتير. بريمير برو، افتر افكت، كلها مجانية. سيمليس ترانزيشن هنا صفر وما تتكش على حاجة كده. تعمل جيت كونتينيو. بس كده ننزلهم.
هتيجي هنا هنعمل install package، وبعد كده هنروح على الملف اللي احنا حملناه ده كله، نعمل كوبي نحط هنا paste. بعد كده بقى ايه حمل الحاجات اللي انت عاوزها، تعمل install، وبعد كده ايه تستمتع بقى بالحاجات اللي انت نزلتها. ولما فصلت العير تمام. عايزين ننزل تاني من هنا، بعد كده هتيجي هنا، بعد كده بقى ايه تنزل بقى كل ده ممكن تنزله عادي. عندك الموقع اهو، تقدر تحمل منه اللي انت عايزه. كل دي بريسيتس مجانية عشان تحطها جوه الموشن برو. كل اللي هتعمله زي ما قلت لك كده، هتعمل انستول ام بي ار، ملف الام بي ار اهو، وتنزل بقى اللي انت عايزه، البيزك ترانزيشن فليكس. تمام، وبكده نكون خلصنا، وبكده نكون ده آخر بلجن معانا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب وتشيره مع حد يمكن يستفاد من الفيديو ده.